بسبب اعتقاله لمدة تزيد عن 3 أشهر، قام الناشط الطلابي في جامعة كولومبيا محمود خليل برفع قضية تعويض على إدارة الرئيس ترامب بقيمة 20 مليون دولار بسبب الضرر المعنوي والنفسي التي وقعت عليه. الآن محمود خليل تم اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، مع أنه مقيم دائم في أمريكا، واتهمه طبعا بعلاقته بمنظمات إرهابية خارج أمريكا. الآن الاعتقال تم لمدة 3 أشهر. أثناء هذه الفترة كانت زوجة محمود خليل حامل، ووضعت يعني مولودها أثناء وجوده في السجن. طبعا هذا أثر نفسيا عليها وعليه أصلا، وأيضا لم يحضر التخرج، والضغط النفسي الذي تعرض له، وأيضا التجاوزات الدستورية والقانونية على حقوقه المدنية. إذا مبلغ 20 مليون دولار هو المبلغ المطلوب تعويضا عن ما حصل معه في هذه ال3 أشهر له ولعائلته. إدارة الرئيس الأمريكي تقول أن هذه القضية هي قضية مجحفة، وأن الإدارة قامت بالإجراءات القانونية بخصوص محمود خليل بسبب طبعا نشاطه الجامعي، وطبعا علاقته مع منظمات خارجية كما تقول. الآن محمود خليل في مقابلة أنا شفتها تكلم أنه يريد يعني اعتذار رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون تعويض عن هذه القضية.